يعني حصل من قبل اللاعبين. وهنا محمد الشلهوب يتقدم على يسار محمد شريفي. الهدف الأول لصالح الهلال، هدف مع الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول. محمد الشلهوب يسجل على يسار محمد شريفي. والشلهوب الهداف، هداف مسابقة دوري زين السعودي للمحترفين، يتقدم وهو الهداف. يبدو يحاول في طريقه لأن يكون الهداف أيضا في هذه المسابقة، ويسجل أول أهداف الهلال في هذه المسابقة ومن ركلة جزاء على يسار الحارس محمد شريفي. عموما اللقطة الماضية مر في اللقطة السابقة وسدد، لكن الكرة تصطدم في رمزي بن يونس. كرة عالية داخل منطقة الجزاء، تسجيل هدف ثاني من حسن خيرات. الكرة بالرغم انه امسك فيها ايضا الحارس محمد شريفي، لكنه امسكها وهي في المرمى، وبعد تخطيها بكامل محيطها خط المرمى. وهدف ثاني هنا ياتي من حسن خيرات، هدف ثاني للهلال، هدف في الدقيقة 29 من زمن شوط المباراة الثاني. هدفان متتاليان للهلال، هدف أول يأتي من ركلة جزاء مثيرة للجدل، هنا هدف ثاني يأتي هدف نفسه هو مثير للجدل، لأنه سنتابع بالإعادة. هذه إعادة كرة حسن خيرات، ومرت ولم تلتفت هذه الكرة، مرت وسجلت في مرمى محمد شريفي. وهدف ثاني للهلال عن طريق حسن خيرات المدافع المتقدم من أول ركنيات الهلال. يأتي التأكيد على الهدف الأول بهدف ثاني ومضاعفة النتيجة. هذه إعادة وهذه لقطة ممتازة أيضا للإعادة. عدت يا إبراهيم الدباسي، عدت يا محمد شريفي، عدت لحسن خيرات، وهدف ثاني للهلال. هذا من هناك كرة نتابع الهلال بتجي المرمى مباشرة، ممتازة كانت الكرة من محمد الشلهوب، لكن تتخلص، تعود تسديدة لكنها تمريرة ممتازة هادئة إلى عيسى المحياني، يحاول عيسى، وهدف ثالث للهلال ب10 لاعبين. هدف ثالث وعيسى المحياني الهداف المميز، الابتسامة التي لم تغب عن ابن مكة المكرمة، جاد بشكل ممتاز بشكل جميل، أيضا يثبت نفسه كثيرا مع الهلال، يحوز على إعجاب حتى مدربه إيريك جيرتس، ويسجل هدف ثالث بشكل جميل بثقة كبيرة في النفس. بعيسى المحياني اللي عرفناه منذ ما كان يلعب بالرداء الأحمر، عندما كان يلعب في فريق نادي الوحدة، هو يشارك، هو عيسى المحياني هو النجم الكبير. هذه عادة بالكرة الخاطئة اللي كانت معادة أيضا من فيصل الجمعان، عادة شوفوا يا عيني يا عيني يا عيني يا عيسى، والتسديدة جاءت بعد ما مر بشكل رائع من صادق العيد أو من عبد الله بوهميل صادق العيد، وأيضا قبل أن يأتي رمزي بن يونس يسجل على يمين الحارس محمد شريفي. هدف ثالث لصالح الهلال، هدف ثالث لصالح الهلال يأتي في الدقيقة. ربيع السفياني كان لاعب في الهلال، وفيصل الجمعان كان لاعب في الهلال، وولي حاليا لاعب في الهلال. وهدف أول لمصلحة الهلال، هدف أول لصالح الهلال. انطلاقة من ولي، انطلاقة من الخارق، من المخترق ولي إلى نواف العابد اللي يجد الاحتضان من إيريك جيرتس. هدف أول للزعيم الخارق للعادة والمخترق للخصوم ولي، شق طريقه في الجهة اليمين في لحظة غفلة، ما تغفلون عنه ولي، حط الكرة على طول لنواف العابد اللي سجل أول أهداف المباراة، يستفيد من كرة السويد الداهية ويسجل أول أهداف المباراة. ولي اخترق الصفوف، لعب كرة ممتازة وصلت في صالح الهلال لنواف العابد، العابد يلعب كرة لياسر القحطاني، الله، جول، وقف تعلم، وقف تعلم، ياسر تكلم، وقف تعلم، ابو عزوز تكلم، هدف ثاني خاص لابو عزوز. الله يا ياسر، الله يا قحطاني، ياسر القحطاني يسجل الهدف الثاني
وقف تعلم وياسر تكلم. شوف ياسر، شوف روقان ياسر. الله يا ياسر، ياسر له قيمته الخاصة كلاعب، نظير إمكانياته العالية في قوة التحكم بالكرة وخاصية أهدافه التي لا شبيه لها. ياسر إمكانيات فردية. على كل القحطاني للمرة الثانية يتقدم ويصوب وهدف. جول لياسر القحطاني، المرة الثانية حتى ينجح فيها القحطاني، ينجح في تصويب ضربة الجزاء الثانية وينجح في التسجيل للمرة الثانية بالمباراة. ياسر القحطاني، ولأن الكبار يا ياسر لا تتأخر عن الميعاد، لا تتأخر عن الميعاد. القحطاني لم يتوانى ولم يتأخر، يعني جمهور الهلال حمل عتبا كبيرا على ياسر القحطاني لمستوياته في بداية هذا العام، لكن القحطاني عاد في التوقيت الصحيح، عاد في التوقيت المناسب. بعد ذلك مباراة إيران يوم الثلاثاء 27 ابريل نهاية الشهر، وتمريرة ممتازة 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 التمريرة وممتاز الجول، وما في أحلى من الهلال. ممتازة التمريرة وممتاز الجول، وما في أحلى من كذا يا هلال. هدف رابع خرافي، هدف رابع خرافي. هذه من قصص ألف ليلة وليلة، هدف من قصص ألف ليلة وليلة، لأنه هدف من الخرافة، هدف من قصص ألف ليلة وليلة يرويها الشلهوب الآن الذي يسجل الهدف الرابع للهلال. هدف من قصص ألف ليلة وليلة. يحكي الشلهوب عن الهدف الرابع والهدف الخرافي للهلال. الهلال خيال، الهلال في أمسية خيالية. الجميل في أهدافه أنها خيال قابل في المباراة ولا يشكل خطر على مرمى حسن العتيبي. الشلهوب مع الكرة ملعوبة في الجهة اليمنى للعابد الخامس، مقطوعة ثم خمسة للهلال، خمسة للهلال. عيسى المحياني حتى البديل لابد أن يأخذ حصته من الفتح، حتى البديل لابد أن يحصل على فرصة من الفتح ويحصل على فرصة المحياني. البديل بالهدف الخامس ثقيلة ثقيلة على الفتح. شوف الشلهوب، الله الله على المرور من الشلهوب، لاعب ذكي، لاعب من العباقرة وفي زمن للعباقرة فقط. وكرة على طول من عيسى المحياني يحط الكرة في الشباك. الهدف الخامس، خامس الأهداف. يعني بصراحة زمن قل وشحت فيه المواهب، لكن الشلهوب العنوان الكبير للمواهب في كرة القدم. المسكرمان الإيراني، نادي السد القطري، هو فريق أهلي دبي الإماراتي. تمشي كرة للشلهوب، شلهوب في الانتظار للانطلاق، كرة ممتازة، القحطاني كرة 1-0 يضرب ويسجل. إنه الكاسر، إنه حديث الناس، إنه المتكلم بالقدم وبالرؤوس، يسجل الأهداف. 4-5 دقائق كانت كفيلة للزعيم ليؤكد الزعامة. 1 هلال 0 النصر في السيمي فاينل أغلى البطولات كأس الأبطال لخادم الحرمين الشريفين. فرحة عشاق الهلال هنا في استاد فهد. هدف جميل جدا، هدف ملعوب، الباس والاسيست كان في العمق، يفلت وينفلت القناص، يضرب الكاسر ليسجل ويرتفع مرة أخرى شعار الزرق، شعار الزعيم الهلالي. شوف الكرة خطأ كبير، عبدو برناوي يوصل متأخر ويتقدم بكرة ولا أحلى. برازيلي في التمرير، البرازيلي جوليادور. 1 الهلال 0 نادي النصر. شوف الكرة والهدف، ضرب الكرة ممتاز، لعب ذكي برشا. ياسر القحطاني يعمل في خطوات البومبا، واثنين الحقيقة التاريخيين في الكرة السعودية للفريق الهلالي.
شوف طلب الكرة يبعد على عبدو برناوي ما يوصلش القرني ويضرب ويسجل، يسدد في المرمى النصراوي أولى الأهداف. شوف السرعة، شوف من الأول في بداية، لكن إدارة الهلال واعية وذكية برشا، مش ممكن تلعب بالنار، مش ممكن يغيبوا الذي يحضر دائما في كل الدربيات. الكاسر القحطاني تأخر في العقول، في القلوب، في الأنفس، في اللسان. ضربة جزاء كمحايدة، شوفها صحيحة. الردود عبد الثنية، ما رايك يا عبد الله؟ الروماني يضمن الأنصار، والأنصار جاوا آلاف هنا الاستاد فهد الدولي، متيقنين قانعين متأكدين بقدرة الفريق الأزرق على تخطي الجار في القمم. النصر في 25 دقيقة يجد نفسه منهزم 2-0 وفي ملاحظة أسوقها على الطاير من كرة القدم. قبل دقيقة كان التعادل من ريان بلال، الكرة امتنعت عن النصراوية ثم تمنح بأجمل الهلاليين إمكانية البنالتي، تقدم سدد ليسجل. النصر يلعب ناقص 1 و2. هذه ظروف بطولة، هذه مباراة تتواصل مع خطيرة يجي بعد 48 ساعة. طنش يا سامي يا جابر بعد 72 ساعة. تعلم وتأكد وأؤكد لك يا جيراتس أنه يبقى الموعود بالشباك. مش ممكن. سليمة لم تخرج، راسية صحيحة لم تغادر الميدان، دخلت في الشباك ورجت الشباك. 3-0 للهلال. سليمة صحيحة. 20 دقيقة الهلال ترشح لنهائي اغلى البطولات. احترم النصر سيستدد. يلزم ديما تأمل، ما دام تحب كرة القدم يلزم تعرف انها مجنونة. نامي يتقدم يباسي كرة لويلي خطير جدا. هانسون الذي ينهي المباراة، الرابع الذي يقتل المباراة، الرباعية عن طريق الباك رايت. نامي في شحن هجومي، في شحن هجومي من قبل الكتيبة والقبيلة الزرقاء. 4 للهلال، 0 للنصر. مباراة في التاريخ، مباراة من ذكراك يا ريكا جيريتس. ماشية معاك أكثر من لازم، ماشية معاك ومشيتها، لأن في الفريق أكثر من اسم، لأن لك البديل الجاهز. مجهود إدارة، توفير اسمين في كل مركز، والهمصر يتقدم. الحارس يمنع الرباعية، ولكن إصرار كتيبة الهلال توقع على الرابع، تصل الرباعية، تسجل 4-0 عن طريق المدافع محمد نامي. شوف الكرة والمتابعة، شوف الكرة والمراقبة. نامي اللي بداها، نامي اللي باسها، مشى فرود، مشى في بديل القحطاني، مشى في مكان للقحطاني وسجل الرباعية النظيفة. القادم مباراة على أن كرة العرب بخير، أنها كرة لا استسلامية وخماسية هلالية رومانية لإسعاد قائد السفينة البلجيكية. افرح الهلال يعود، اسعد انه الهلال. 5 قذيفة، 5 بصاروخ، 5 بقذيفة وقنبلة. الصام 5 سجل، الصام 5 سجل. رادو يدون 5-3. الله على الديربي، يا رادوي، على الهدف. اقتلوني الليلة. مش ممكن على الخامس. كيف مرت روماني من برازيلية بقدم برازيلية بكرة سحرية بخماسية هلالية. الله في ليلة أبطال أوروبا، الهلال والنصر في عرض يليق بماتش أوروبي. 5-3. رادوي هنا يأتي مع التسديدة في الركلة الركنية. الروماني رادوي يلعب كرة إلى القائم البعيد. هدف أول للهلال. تياغو نيفيز لم يسجل من الركلة الحرة المباشرة، لكن
انه يسجل من الرأسية ويولع الملعب، يولع استاد الملك فهد الدولي. يسجل تياغو نيفيز بالرأس هذه المرة، اللاعب اللي اشتهر بالتسجيل بالقدم فقط هنا يسجل بالرأس. الكرة العرضية من ركنية ميرين رادوي، يأتي تياغو نيفيز ليسجل على يسار عبد الله العنزي، يعقد الأمور، يزيد الأمور صعوبة على النصراويين ويفرح المدرج الهلالي كثيرا. نتابع كرة ميرين رادوي، جميلة الكرة الرأسية في الارتقاء، في التوجيه، في وضع الكرة، أيضا تهادت إلى مرمى فريق نادي النصر، وهدف أول لصالح الهلال. هدف يأتي بعد نصف ساعة لعب عن سعد الحارثي، وكان ايضا يتواجد هناك فيكتور فيغاروا في استقبال هذه الكره. عموما كره تخرج الى خارج الملعب الى ركله ركنيه. إيريك جيريتس فرح